اليوم رانا في مدينة الجزائر العاصمة، بالضبط في ساحة الشهداء. راح نروحوا لحديقة التجارب، وأيضا نروح نشوفوا مترو الجزائر، ثم بعد ذلك إلى أحد الشواطئ الموجودة في الجزائر العاصمة. بلادي هي الجزائر. مدينة بومرداس أيضا من أجمل المدن الساحلية الموجودة في الجزائر. حديقة الزهرية أيضا من أجمل الحدائق الموجودة وسط الجزائر العاصمة. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير، وبغيت الروح لها صاير، هو الفكر كيف سواه وفراقك انا قدرت عنه، هو الفكر كيف سهل وفريقك انا قدرت عنه، والله ما نسيت. خلال جولتنا في وسط مدينة الجزائر وسط العاصمة، الشيء اللي شاهدناه أنه البنايات أو السكنات ما زالت محافظة على الطريقة العمرانية القديمة والطريقة العثمانية وطريقة البناء الفرنسي القديم كما تشوفوها. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير، وبغيت الروح لها صاير، هو الفكر كيف سواه فراقك انا قدرت عنه، هو الفكر كيف سهل وفر. مترو الجزائر، هذا المترو تأسس أو تم إنشاؤه سنة 1982. تفتح المترو سنة 2011 في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. طولت الأشغال تاعو هذا ثاني مترو في أفريقيا بعد مترو القاهرة. أنا قدرت عنه والله ما نسيت عني بالغالية، قسنطينة وسطي بالعالية، باليدين راها في قلبي قال، هو الفكر كيف سواه. هنا في هذه اللوحة تلقى عدد من المحطات اللي موجودة في هذا المترو، مترو الجزائر. الآن رانا داخل المترو متجهين إلى حديقة الحمد. الآن رانا في حديقة التجارب، هذه أقدم حديقة موجودة هنا في الجزائر أو في العالم. هذه الحديقة تأسست سنة 1832، تعد هذه من أقدم الحدائق الموجودة في العالم، حديقة التجارب. توجد في هذه الحديقة أكثر من 1200 نوع من النبات. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير. بعد حديقة التجارب وصلنا إلى مقام الشهيد. الآن رانا في مقام الشهيد، نقوم بجولة في مقام الشهيد، ثم بعد ذلك نروح لأحد الشواطئ الموجودة في الجزائر. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير، وبغيت الروح لها صاير، هو الفكر كيف سواه وفراقك انا قدرت عنه، هو الفكر كيف سهل وفريقك انا قدرت عنه، والله ما نسيت عني بالغالية، قسنطينة وسطي بالعالية، باليدين راها في قلبي قال، هو الفكر كيف سواه
وفراقك ما يقدرش عنو. ولفك كيف سهل وفريقك ما قدرتش عنو.